السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدأ ككل مرة نصلي ونسلم على نبي الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جيتكم فيديو جديد، هو طريقة تحضير آيس كريم بالليمون أو كريبوني. هايل برد على القلب، غير بحبيبة قارص. كما وعدتكم في الفيديو السابق، أكثر المشاهدات هي من الجزائر بلدي الحبيب، ولهذا فهذا الفيديو إن شاء الله راح نتكلم فيه يلا نجيبو حبة بالدارجة قارص. الجزائرية. يلا بسم الله نبدأ على بركة. نعملوها بهذا الشكل. ايوه، جيبوا كاسرونه، نحيو لها المبشور او لزاز، هذا المهم القشره الخارجيه هذه نحيوها. بدنا نزات لها هذاك القشور الخارجي. نجيب كاس سكر، سعة الكأس هو 250 مليلتر، يعني 200 غرام. نضرب في السيرو او الشاربات، نضيف 2 كيسان، يعني نص اطرة تاع ما، هكذا. ونديهم نحطهم فوق النار تكون متوسطه، كي تغلى وتخلص 5 دقائق ونطفيه كي يكون جاهز معايا السيرو. يلا نلتقي من بعد. يلا في الوقت هذاك ما تبقاش قاعده يا لاله، جيبي حبه القارص تاعك وقسميها، وراح نخرجوا منها العصير. عصروا كيما حبيتو ديريكت هكذا، ولا تستعملوا العصاره كيما حبيتو. المهم في الاخر نتحصل على عصير الليمون هكذا يا شاطرات. يلا ندير واحد النص كأس من الليمون. يلا نعصرو ونصفيه ونرجع لكم ان شاء الله. يلا ليا لا نفارقكم والله. يلا غير نصفيه معاكم، هاي ماشي مشكل. جبت صفايه، راني صفيته هاليش كذا. اوكي، هاوليكم نص كاس عصير الليمون وصلت. هيا نهز العصير تاعي نحطو ليه. واو، السيرو تاعي بعد ما غلا نحيته من فوق النار وراح نخليه يبرد. وفي الوقت اللي السيرو تاعي راهو يبرد ما نقعدش قاعده، ما كانش نقعد. خلاص نجيب 2 عظمات ها كيما راكم تشوفوا، بصح هي العظمات هادو اللي جابولي والله تقول عليهم تاع الحمام، معليش. نجيبو عفسه اللي نطلعوا فيها البيض تاعنا. هيا نجيب العظمه الاولى ونحط غير الابيض الخاوه، نحط غير الابيض. تولوا تنزلكم قطره صفراء، راه يروح كلش خساره. نزيدو الحبه الثانيه. هيا نقولوا بسم الله ونبداو نطلعوا البيض تاعي، بيض البيض تاعي. بسم الله.
شوفوا يا جماعه، بديتو باقل درجه ومن بعد كيبدا يطلع لي زدت له لاخر درجه، اعلى درجه يعني بسرعه كبيره نكمل نطلع. دركا من بعد ما طلعت وخلصت البيض، بياض البيض تاعي فرجع زيت الثلج. واش ندير دركا؟ نجيب لي نجيب عفسه خلاف هاي ليك، ونحط فيها السيرو تاعي، وراح نصفيه. السيرو اللي كنت غليته رايحه نصفيه هكذا. وزيد نحط نص كاس عصير الليمون، يا الله بهذا الشكل. ونجيب دركا بياض البيض تاعي ونبدا نحبط فيه بهذا الشكل. يلا يلا رايع. ونبدا نقلب فيه هكذا بشويه برك، هكذا بشوي برك، بشوي 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 هكا. ونغطيها طبعا وندخلها للمجمد من 6 سوايع حتى ل8 سوايع. يا صباح الخير. بعد 8 سوايع جيت هنا وجبت كلاص تاعي ولا الكريبوني تاعي. بسم الله. نجيب البرا ميكسور ونبدا فيه بشويه برك. اذا خفتوا على الميكسور تاع البرا ميكسور تاعكم واش نديروا؟ بالفرشيطه نعاونوه هكذا. وبعد ما رجع لي كامل خليط متجانس ابيض كما راكم تلاحظوا، نتوقف هنا. بعدها نديه ونرجعو للثلاجه، نغطيه طبعا، نغطيه باش ما ياخذش الرائحه الموجوده في الثلاجه، ونديه نرجعو للثلاجه حوالي ساعتين. بعد ما رجعته للكونجيلاتور لمده ساعتين ولا 3. كذبش عليكم، هنا راني شاغلت عليه راه فوت 3 سوايع. لاحظوا جيدا.
راح نجيب باش كما راكم تلاحظوا نحط فيها العدوي. راح نردو لهيه ونجيب الباش تاعي نوضعو لهنا في كاس باش سهل عليا العمليه. ونبدا نملأ فيه. بسم الله. بعد ما ملأت لاباش تاعي نجيب كورني هنا دوفريت ونبدا نملأ. وهكا تحصلت على اروع ايس كريم ولا ايوه كريبوني. حنوخر لكم شويه. كريبوني بالليمون من اروع ما راح تتذوقوا. أقل ما يقال في حقه أنه رائع. وفي الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.